الفكرة دي حلوة قوي، عملتها من ازازتين بلاستيك ومن حتة قماش قديمة، يعني ممكن من طرحة قديمة، من بلوزة قديمة. تعالوا يلا نشوف الفكرة. هنقطع الازازتين بنفس الشكل ده كده. بعد ما علمت عليها بالمسطرة بدأت افرغ بالمقص الجزء اللي انا سايباه فوق ده، عملت فيه فتحة. جبت قطعة قماش تنيت الاحرف بتاعتها كلها من على الجوانب علشان يبقى الفينش شكله حلو معايا، وهبتدي اغلف بيها الجزء اللي تحت ده كله بالشكل ده. بعد ما هغلف الجوانب بتاعتها هشد كل الزيادات على القاعدة، وهقص حتة قماش مدورة من نفس القماشة وهغلف بيها القاعدة علشان اداري اي ديفوهات هتحصل من القماش. تمام كده. عملت الازازتين بنفس الشكل بالظبط. هنوسع بقى كده الفتحة دي، يعني ده تعديل بسيط عملته بحيث ان انا عايزة الف عليها خيط. انا كنت الاول هغلفها بشكل تاني بس وسعتها خليتها شكل حدوة الحصان كده علشان الف عليها الخيط بالشكل ده. استخدمت طبعا خيط الخيش، وهنا استخدمت برضو خيط الخيش السميك شوية على الحرف من فوق. طبعا بامكانك ان انتي تستخدمي اي نوع خيط او اي شريط تزيين متاح عندك، حتى لو هتستخرجيه من ملابس قديمة. عملت لها فيونكتين كده من الخيش ولزقتهم عليهم في النص، كل واحدة زي التانية بالظبط. الفيونكة دي سهلة خالص، هنلف الخيط على صوابعنا وهنربطه من النص كده، هيطلع لك فيونكة حلوة قوي. هبقى اعملها لكم بالتفصيل في فيديو تاني ان شاء الله، او في الفيديو الكبير هنزل لكم نفس الفكرة بس بالتفصيل البطيء خالص. كده الفكرة خلصت. عملت منظم او طقم منظمات للمطبخ حلو قوي. تعالوا بقى نشوفه كده وهو متعلق في المطبخ، شكله روعة وعملي جدا جدا، وبجد هياخد معاكي حاجات كتير قوي، هيفرق كمان معاكي في تجديد المطبخ. جربي الفكرة ومستنية رأيكم في الكومنتات. باي باي.